انت عاوزه يا نوره؟ عايزه اعرف انت ساكت ليه؟ احنا من يوم ما اتجوزنا وده اول يوم احس زي ما تكون كده شايل حمل تقيل على قلبك. انت عارفه يا نوره يعني الايام كلها مش زي بعض، وانا النهارده يومي ما كانش حلو. لك من غيري تشكيله همك. مفيش. خلاص يبقى قولي ايه اللي معكر مزاجك بدل ما احنا قاعدين بناكل كاننا بناكل في جنازه ميت. اصلا انا النهارده بعت الورشه. ايه؟ قول انك بتهزر. الكلام ده مفيهوش هزار يا نوره. وعزة وجلالة الله انا من الاول خالص وانا قلبي حاسس ان في حاجه وراك مستخبيه. بعت الورشه ليه يا معتمد؟ عجبتك اوضه النوم والتكييف اللي دوشته جابت لي صداع؟ حد في الدنيا يبيع رزقه يا راجل؟ بدل ما تعملي لي مندبه لازم تعرفي حاجه يا نوره، الدنيا دي مش على حال واحد، والورشه ملهاش عزا. ليه؟ لك شغلانه تانية انا معلمش بيها؟ ايه؟ بقيت فني قنابل ذريه بدل ما انت فني تكييف؟ بعدين تعالى هنا، انت ازاي تبيع الورشه من غير ما تقولي؟ هقول لك ليه؟ بصفتي مراتك شريكة حياتك، ولا انت فاكر الجواز غسيل وطبيخ ونوم على السرير وخلاص؟ انا عايزه اعرف انت ليه محدش عارف لك اول من اخر؟ ايه اللي انت دفن جواك بالظبط؟ عايزه تعرفي ايه المدفون جوايا؟ ايوه وده من حقي. المدفون جوايا كله خير، اقسم بالله العلي العظيم كله خير. وما هو خير مخبيه ليه؟ كاتم عليه وصارر ليه؟ حد في الدنيا يخبي الخير برضه؟ اصلا انا نوره كنت عايز اعمل لك مفاجاه. ايه؟ مفاجأة؟ بيعك للورشة مفاجأة؟ الورشه ملهاش لازمه وانا مش موجود فيها. انا الحمد لله جالي عقد عمل في السعوديه. ايه؟ عقد عمل في السعودية؟ بمشيئه الله سبحانه وتعالى. جرى ايه يا معتمد؟ غمضت عينيك وفتحتها لقيت عقد السعودية في ايدك؟ انت فاكرني ايه؟ واحدة ما عندهاش مخ؟ انا مش مرتبة، انا بني ادمة. نوره انت مش شايفه ان طريقه الكلام مع جوزك بالطريقه دي لا تصح ولا تجوز؟ من اللي بشوفه منك يا اخويا ومن عمايلك السودة يا راجل، ده اي خدامة بتخدم في البيوت بتبقى عارفة البيت فيه ايه. ايش حال ده؟ انا مراتك يا نوره، حكايه عقد العمل بتاع السعوديه شغاله من قبل حتى ما اتجوزك. انا بس اللي كنت ساكت لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يا مصيبتي، هو انا هحسدك يا راجل؟ وبعدين تعالى هنا، لما جنبك يسافر السعودية أنا وضعي هيكون إيه؟ حاسبني في الشقة العريانة دي اللي فيها جهاز تكييف وما فيهاش تلفزيون، ولا هتوديني بيت أبويا أستنى جنبك في الزيارات؟ يا نوره انت معايا، ده انا حتى ما ينفعش اسافر الا وانت معايا. انا ما ينفعش حتى اسيبك مع اي حد حتى اهلك. إحنا في إيه ولا في إيه؟ وبعدين مين قالك إن أنا عايزة أسافر السعودية؟ مش عايز اسافر السعوديه ليه يا نوره؟ عشان حاجات كتير، حر موت. دي كلها تكييف يا نوره. كرهتني في التكييف، مش هسافر له برجلي السعودية. اسمع يا معتمد، أنا واحدة اتربيت طول عمري بين الناس والجيران والزيطة. كل يوم الصبح كنت بصحى على بياع الفول وهو بينادي، وبياع أنابيب البوتاجاز وهو بيدق على الأنابيب، وبحمد وهو بينادي على القوطة والخيار. مش هسافر السعودية عشان اتحبس في أوضة مع جهاز تكييف وراجل وحتى ما الاقيش شارع امشي فيه. اهو ده الكلام الفاضي بقى اللي ملوش لازمه. لا فاضي ولا مليان. بص يا ابن الناس، اعمل اللي في دماغك وانا هعمل اللي في دماغي. هتعملي ايه يعني؟ هعمل ايه يا حسرة؟ هما الولاية اللي زي حيلتهم ايه غير انهم يرجعوا بيت اهاليهم والحسرة جواهم تتوازن بالميزان؟ يا عقل يا نوره. ايه عقلتها يا معتمد؟ واحده غيرك الضفرع. مفيش واحدة عاقلة تقبل بالحل المايل اللي انت معيشني فيه ده. اللي بتعمليه ده يا نوره ما يرضيش ربنا ولا اي حد من اهلك. والله لو اهلي ما رضيوش يبقى الامر لله في الاول والاخر. طب مش هتخرجي يا نوره؟ ما تحطش الجاز على الولع يا معتمد وتولعها نار، احسن ثلاثة بالله العظيم. اما بنت في بيت امي وابويا الليله دي هعتبر نفسي في سجن، ولما اخرج منه لا يمكن ارجع له تاني ابدا. طب بجملة يا نوره عشان تعرفي بقى كل حاجه، الشقه دي ملهاش عازه، وباذن الله مسافرين السعوديه ومش هنقعد فيها. ها؟ ماشي يا بنت الحلوات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنت راكبة دماغك بقى. أنت فاكرة نفسك متجوزة مين؟ الكلمة اللي تسمعيها مني ردك عليها السمع والطاعة. أنا مش ذكر وز بذات على الفاضي.
خش جوه يا نواره. مش هيحصل يا اسطى. هي كلمة وملهاش تاني يا بنت الحلواني. يمين طلاق 3. لو خرجت من باب البيت ده ما انت داخلاه تاني. حلمية الزيتون يا اسطى. على عيني. طيب استناني انت بقى كده. رجب، الموضوع ده يخصني انا لوحدي. لو لقيتني مش عارف اسد، ايدك معايا. لو لقيتني حلو وماسك نفسي، اتفرج بس. طب ولو غير كده؟ يبقى ايدك معايا. ماشي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عارف انا مستني اليوم ده من امتى؟ من يوم ما سلطت ابن بتاع الطعميه عشان يعاكس اختي عشان تختبر اخلاقها يا غبي. عيب يا عاطف، عيب يا عاطف، ده انا جوز اختك مش كده. لا انا اقول لك ايه العيب؟ العيب ان انت ما تصونش الامانه. نوره كانت امانه عندك. في راجل يسيب مراته تنزل في نصاص الليالي في الشارع؟ انت اختك اللي ركبت دماغها عاطف. ما انت تلاقيك فرستها، اصلك حيوان. انت كان لازم تعرف انت مناسب مين. انا اتولدت في بيت واتربيت تحت سقف، بس 3/4 عمري في الشارع. رجليا على الارض وراسي للسما. فيها بقى. ماشي يا عاطف، وحياة امي ماشي يا عاطف. جايب لي بلطجي؟ ماشي ماشي.